معاك ايصال امانه ومش عارف ترفع مدني ولا جنائي، في الفيديو ده هعرفك ترفع مدني ولا ترفع جنائي، وايه الفرق ما بينهم، وايه مميزات كل واحد وعيوبه. خليك عارف ان اختيارك ما بين هترفع مدني ولا جنائي ده اللي بيحدد اذا كنت هتكسب القضيه ولا لا، فلازم تكون عارف بالتفصيل. خلينا الاول نبدا بالطريق الجنائي. الطريق الجنائي ان انت بتروح اسم الشرطه، بيكون معاك ايصال الامانه، بيسالوك اسئله اسمك مقيم فين وهكذا، وبيأشروا عليه وبيتحدد له جلسة تابع في النيابة، بيتحدد له جلسة بعد حوالي شهرين. ميزة الموضوع ايه؟ ميزة الموضوع ان انت لما هتوصل للاستئناف المتهم هيضطر ان هو يحضر بنفسه. غالبا هو مش هيحط نفسه مثلا في موقف زي ده، فبيحاول يحل ودي وبيحاول ان هو يدفع الفلوس ويخلص اللي عليه عشان فيها حبس. في طريق تاني برضو في الجنائي، وهي انك بترفع حاجة اسمها جنحة مباشرة، ده بيكون عن طريق النيابة على طول، بيتحدد لها جلسة على طول. طيب الحكم بيكون قد ايه؟ يعني انت مثلا واخد على واحد ايصال امانة، بتاخد عليه حكم بيوصل لقد ايه؟ ممكن يوصل لأقصى حاجة 3 سنين. طيب نروح للطريق التاني وهو الطريق المدني. عايزة أقول إن الطريق المدني ده هو الطريق الأكثر ضمانا لحقك. طيب بتعمل إيه؟ بتشوف الشخص اللي أنت هتشتكيه المدعي عليه مقيم فين، وبترفع دعوى مدنية، تعمل أمر أداء. أنهي محكمة؟ يا ترى المحكمة اللي أنت بتقع في دايرتها ولا المحكمة اللي الشخص المدعي عليه بيقع في دايرتها؟ لا، أنت بترفع هنا في المحكمة اللي الشخص المدعي عليه اللي أنت رايح ترفع عليه دعوة بيقع في الدايرة بتاعتها. يعني مثلا لو هو مقيم في المنصورة وانت مقيم في الشرقية، هترفع الدعوة دي في المنصورة. ترفع فين؟ في المنصورة. لو هو مقيم في المنصورة هتشوف الأول أمر الأداء ده القيمة بتاعته بكام. لو أكتر من 200 ألف جنيه ترفعها مدني كلي. طيب طريق المدني ده عيوبه إيه؟ طريق المدني عيوبه إن هو طويل، بياخد معاك وقت أطول من الطريق الجنائي، بس على الرغم من إن هو أطول إلا إنه هو الطريق الأكثر ضمانا لحقك. كده برضو إحنا مش عارفين هنرفع مدني ولا هنرفع جنائي. عايزة أقول لك إن لو في علاقة تجارية ما بينك وما بين الشخص اللي أنت بتشتكيه يبقى ارفع مدني أفضل. وبرضه لو إيصال الأمانة كان على بياض يبقى المدني هو الطريق الأسلم. طيب لو إيصال الأمانة مظبوط 100%، إزاي؟ بمعنى إن الشخص اللي أنت هتشتكيه هو اللي موقع عليه وهو اللي كاتب الصلب، وإيصال الأمانة ثلاثي ثلاثي الأطراف. يعني واحد إدى فلوس لواحد علشان يوصلها لطرف ثالث، ده كده اسمه ثلاثي الأطراف. وقتها الجأ للطريق الجنائي. وبكده نكون عرفنا امتى نرفع